ستارت ريكوردينج. طيب نبدأ نعمل شير. طيب كده كله شايف الشاشة عنده ولا في مشاكل؟ عرفوني بس لو السكرين شغالة تمام. ده كلام عظيم. ماشي تمام أهو. طيب احنا النهارده هنتكلم عن شرح حاجة بسيطة ان شاء الله. هي السيشن مش هتكون كبيرة، بس ان شاء الله هتقدم لك فيتشر او ميزه محترمه جدا. بدل بصراحه الحاجات اللي انا شفتها على على جروب التليجرام. وطبعا انتوا يعني اثابكم الله اجرا، انتوا عملتوا اللي عليكم ورفعتوا الفايلات صح. بس رجاء رجاء رجاء، يا ريت في عندنا اكتر من طريقه لحل المشاكل. زي ما قلت لك حضرتك، لما تيجي توريني مشكله او لما تيجي توريني حاجه، ما تصورش بتليفونك وتبعت لي. دي أسوأ حاجة أنت ممكن تعملها كديفلوبر، إن أنت تروح واخد جاي قدام شاشتك مصورها سكرين وبعت لي. لا، في حاجة بسيطة هنا اسمها، لو دخلنا على الاكستنشن، اسمها سناب كود. سناب كود ده أول واحد اللي هو عليه العلامة. ده اكستنشن لطيف جدا، بيخليك تصور الشاشة باحترافية كاملة. شايف المنظر ده؟ أنا متأكد إن المنظر ده أنتوا شفتوه على جروب الزيرو أو على أي جروبز قبل كده أنتوا دخلتوا عليها، اللي هو الثلاث نقط والشكل المنسق ده اللي بتصور بيه الكود. بيعملوه ازاي؟ بيعملوه عن طريق الاكستنشن اللي اسمها كود سناب. هتدخل على كود سناب في الاكستنشن، تبحث عليها وتعمل لها انستول. طيب بعد ما تعمل لها انستول وانت واقف هنا، هتدخل على علامه المانج دي وتدخل على اكستنشن سيتنجز، تدخل على السيتنجز بتاعتها. عايزين نظبط فيها حاجه. طيب سيبنا دلوقتي من الاكستنشن سيتنجز، بس هنروح هنا. لو انا عايز ان انا اصور الجزء ده من الكود مثلا، اصوره ازاي؟ قال لك هتدوس كنترول شيفت بي اللي هو جنب حرف الاو، وتبحث عن حاجه اسمها كود سناب. هتلاقيه ظهر قدامك وقدامه علامه الكاميرا كده. هتدوس عليه بالماوس هيروح مطلع لك شاشه جانبيه. اي جزء حضرتك هتعلم عليه بالماوس هنا ككود، هو هيظهر لك او هيتصور لك هنا. بص كده انا بعلم، انا دلوقتي علمت على الاسبان. بص كده الناحيه الثانيه بيتعلم لك ناحيه اليمين ككود. لو فضلت نازل هياخد معايا كل المساحه دي. اي كود انا عايز اصوره او اعلمه هعمل كده. طب لو عايز اصور كله هروح اعمل كنترول وحرف الاي، اروح معلم على كل الكود. بس انا لو عايز اصور جزئيه معينه وليكن زي دي كده مثلا اهي، طيب عايز اصورها بروح دايس على علامه الدايره اللي فوق دي اللي هي اللي قدامي اللي انا حاطط عليها الماوس دي. المفروض في السيتنجز الطبيعيه بتاعته ان هو بيروح عامل لك حاجه اسمها سيف. يعني ايه سيف؟ يعني لو رحت دايس هنا كده هيروح جاي لك لا انا عايزك تسيف الصوره مثلا على الديسكتوب. فانا بروح مسيفها على الديسكتوب، وبعد كده اروح واخد الصوره من على الديسكتوب دي مثلا، واروح باعتها للي انا عايزه، لاي حد انا عايزه مثلا يحل لي المشكله او ايا كان. بس انا ما بفضلش الطريقه دي. في حاجه لطيفه جدا، هتخش في السيتنجز في حاجه اسمها كود سناب شاتر اكشن. ايه الاكشن اللي انت عايز تعمله لما يجي ياخد الصوره؟ انا مش عايز يعمل سيف على الكمبيوتر، ده انا عايز يعمل كوبي للصوره. بدل ما يشغلني واقعد اسيف صور كتير على الديسكتوب وفي الداونلود وبعد كده اروح ابعتها للناس، لا انا باخد منها كوبي على طول. بمعنى انا دلوقتي لو رحت رايح هنا كده، رحت دايس كنترول شيفت بي، رحت دايس كود سناب، ورحت مصور الجزء ده كده. لو رحت دايس هنا هو اخد كده حرفيا نسخه من الصوره. لو رحت رايح في اي مكان في شات، في الواتساب، في التليجرام، حتى في بوست في الفيسبوك، لينكدين، اي مكان، حتى لو رحت رايح على ملف البينت مثلا ورحت دايس كنترول في اللي هي بتعمل بيست، كانك بتعمل بيست. كنترول سي بتعمل كوبي وكنترول في بتعمل بيست. فلو انا دوست كنترول في، بص كده اللي حصل، الصوره موجوده كده بالمنظر ده اللي انت شايفه ده. ولو رحت بعتها لاي حد هتتبعت بالشكل النظيف اللي انت شايفه ده. شايف هنا الحجم عامل ازاي؟ شايف حجم الكلام عامل ازاي؟ شايف تنسيق الكلام عامل ازاي؟ انت بتشوف حرفيا الكود صح. لكن لما بتيجي انت تصوره بالتليفون بيبقى الصوره بعيده جدا، ويفضل واحد يعمل زوم ويشوف الايرور فين والكلام ده. فرجاء كله يستخدم الاكستنشن بتاعه السناب كود. تمام يا شباب؟ طيب النهارده احنا هنبدا ناخد حاجه جانبيه قبل ما نكمل على بقيه الاليمنتس اللي موجوده عندنا. هندرس حاجه اسمها الفيرجن كنترول سيستم او الفيرجن كنترول عموما. يعني ايه فيرجن كنترول او في اس؟ ده بيعبر عن ايه؟ فيرجن كنترول ده قال لك هو عباره عن سيستم كل وظيفته انه بيريكورد للتشينجز
في فايلات. بمعنى حضرتك شغال ككود بالمنظر ده. طيب لو انا حاطط الكود ده عندي مثلا في الجهاز، لا في الاكستنشن دي هحطها لكم. طيب لو انا حاطط عندي كود بالمنظر ده، او حاطه على الديسكتوب، او شغال مثلا مع تيم في بروجكت، او شغال لعميل في بروجكت، والبروجكت انا شغال بالمنظر ده. طيب وجه حصل ان النسخه عندك سقطت مثلا، او حصل مشكله في الجهاز بتاعك، والفولدر ده اتحذف لاي سبب من الاسباب، هتتصرف ازاي مع العميل؟ انت شغال مثلا بقالك 6 شهور في موقع زي ده، تمام، وحصل مشكله عندك، والفولدر اللي على جهازك او الهارد حصل له مشكله واتحذف، هتتعامل ازاي؟ قال لك الفيرجن كنترول سيستم ده عباره عن نظام كده سحابي، او نظام موجود على النت. حضرتك بالمعنى البسيط او البلدي زي ما بيقولوا، حضرتك بتحفظ عليه المشروع بتاعك او الاكواد بتاعتك، عشان لو لا قدر الله اتحذفت من عندك تقدر ان انت تعمل لها داونلود، او ان انت تقدر تنزلها تاني. طب هل في مميزات تانية بيقدمها لي بخلاف ان هو بيحفظ المشروع بتاعي؟ قال لك في بعض المميزات اللطيفه كده. اول حاجه، انت زي ما قلنا بتقدر ان انت تحفظ المشروع بتاعك عليه. تاني حاجه، بتقدر ان انت مع كل تعديل بتعمله هنا تقدر ترفع التعديل ده على النت. طيب لو انا التعديل ده جه مثلا ما عجبنيش، او ان انا عايز اعدل عليه، قال لك تقدر ترجع في اللي انت عملته تاني، تقدر تنزل اي تعديل. كل تعديل قديم انت عملته بيتسيب عندك على هيئه حاجه اسمها الكوميت، تمام. طيب لو انا عايز ارجع لاي كوميت من دول اقدر يعني لو عايز ارجع لبدايه المشروع اقدر. طب لو عايز ارجع لاخر حاجه او تعديل انا عملته اقدر برضه اعمل حاجه زي كده. بمعنى حضرتك معاك تيم، ودي برضه من ضمن او من اكبر الفوائد او الميزات الموجوده فيه. حضرتك معاك تيم، التيم ده انتوا كتيم شغالين على المشروع ده، كل واحد مختص بجزء. معاك صاحبك مسؤول عن الجزء ده، وانت مسؤول عن انك تعمل الجزء ده، واحد تاني مسؤول ان هو يعمل الجزء ده. هتتعاملوا ازاي على المشروع، او هتهندلوا الكلام ده ازاي؟ خصوصا لو انت شغال في شركه، لانك بنسبه 90% هتستخدمه، تمام، ويمكن اكتر كمان. الطريقه ان انت تستخدمه عشان ترفعوا المشاريع بتاعتهم عليه. طيب كلكم بتضافوا في نفس المشروع في حاجه اسمها الريبوزيتوري. يعني ايه ريبوزيتوري؟ يعني مستودع. فكلكم بتضافوا، بتعمل حاجه اسمها ريبوزيتوري او مستودع على حاجه اسمها الجيت هاب. هقول لك دي عباره عن ايه دلوقتي. والمستودع ده حضرتكم بترفعوا عليه الاكواد بتاعتكم او المشروع بتاعكم، وكل واحد لما بيجي يعمل تعديل زي كده بيرفعه، ويجي التاني يسحب بعد ما يخلص، يسحب التعديلات بتاعت زميله، فبقى عنده تعديلاته وتعديلات زميله. يجي تالت واحد يروح ساحب تعديلات الاثنين اللي موجودين معاه في التيم، ويروح ضايف التعديلات بتاعته. بقى الكل او بقى كل التيم عنده حرفيا كل التعديلات الموجوده في البروجكت، عشان تديك الشكل النهائي بتاع البروجكت قبل ما تسلموه للعميل. ده بيتم ازاي؟ ما تشغلش بالك، واحده واحده، المهم تفهم هو بيقدم لك ايه، او ايه المميزات اللي هو بيقدمها لك. طيب الفيرجن كنترول سيستم ده إيه اقدر ان انا استعمله ازاي، او يعني ازاي بيشتغل؟ هنبدا نوضح شويه الخطوات اللي موجوده فيه، تمام. اول حاجه الريبوزيتوري. الريبوزيتوري ده عباره او اختصاره في سي اس او فيرجن كنترول سيستم يعني. ده عباره عن مستودع زي ما انا قلت لك. كل وظيفته ان هو يقدر تقدر ان انت تريموت عليه، او ان انت تهوستد عليه المشروع بتاعك، او تنزل عليه المشروع بتاعك. تاني حاجه الكوميتنج تشينجز، اللي هي التغييرات بتاعتك او التعديلات اللي حضرتك بتعملها. كل زي ما قلت لك ديفلوبر بيعمل تشينج في الفايل اللي موجود قدامه ده، ويبدا يرفع التعديل ده على الريبوزيتوري. بيبدا بعد كده يتكون عندك حاجه اسمها الفيرجن هيستوري او الفي سي اس، فيرجن كنترول اللي هو السيستم. بيحتفظ بالتعديلات بتاعتك دي، حاجه اسمها الفيرجن هيستوري، مكان كده بيبدا ان هو يحفظ لك عليه التغييرات بتاعتك دي على هيئه خطوات، او كل حاجه كل تعديل من دول واخد رقم او اي دي معين. لو انا عايز ارجع للتعديل ده برجع عن طريق الاي دي بتاعه ده، او عن طريق الاسم بتاعه، تمام. ازاي برضو؟ ما تقلقش بالك من الموضوع ده، لسه هنشوفه، تمام. وتقدر ان انت تريتريف التشينجز، او ان انت ترجع في التعديلات دي لاي سبب كان. طيب ازاي نقدر ان احنا نشتغل بالفيرجن كنترول سيستم؟ قال لك عن طريق حاجه، او في خدمات كتير بتشتغل بنفس الكونسيبت ده. من اشهر الادوات اللي هي موجوده فيهم حاجه اسمها الجيت هاب والجيت لاب.
الجيت هاب اعتقد ان انتم ممكن تكونوا سمعتوا عنه. الجيت لاب ممكن يكون عدد اقل سمع عنه. جيت هاب او جيت لاب عموما دي عباره عن ويب بيزد بلاتفورم. دي عباره عن خدمه كده، خدمه بتستخدم الفيرجن كنترول سيستم يوزنج حاجه اسمها الجيت، او تستخدم حاجه اسمها الجيت علشان تقدر ترفع عليها التعديلات بتاعتك. طيب ازاي ان احنا ببساطه نرفع التعديلات بتاعتنا على الجيت هاب ده، او الخدمه اللي هي بتوفر لنا الحاجه دي؟ قال لك دلوقتي ده موقع الجيت هاب، لو بحثت عليه كده بالمنظر ده جيت هاب بس كده على جوجل هيدخلك على الجيت هاب اللي هو اول حاجه. طبعا تروح عشان انت تعمل اكونت عليه. طيب هنروح نعمل اكونت جديد عليه ببساطه، نعمل ساين اب. يبدا ان هو يدخلك هنا يقول لك انتر يور ايميل. معلش على المقاطعة يا باشمهندس، بس الشاشة مش ظاهرة وأنت ازاي الشاشه مش ظاهره؟ الشاشه مش ظاهره يا مش عارف. شباب؟ مش عارف عندي بقى ولا. الشاشه ظاهره ولا مش ظاهره؟ يا ريت الناس تدينا انفو كده. ظاهره. مهم. ظاهره. منصور ظاهره. احمد ظاهره. اسراء مدينه كله حرفيا بيقول ظاهره. يبقى عندي أنا، ممكن أخرج بقى ممكن أدخل. تخرج من الميتنج وتدخل تاني وتشوف. طيب ده كلام عظيم. ماشي. فبقول لك انتر يور ايميل علشان نبدا ان احنا نعمل اكونت. انا هستخدم حاجه اسمها تيمب ميلز او ايميل مؤقت. انا مش عايز ان انا استخدم ايميلي الحقيقي لان انا اصلا عامل بيه جيت هاب اكونت. فانا هاخد ده كوبي. ايميل كده خدمه كده بتقدم لك خدمات ايميل مؤقته يعني. فانا هروح ان انا ادي له الايميل ده واقول له كونتينيو. هيقول لي باسورد، هكتب اي باسورد مثلا. ممكن نكتب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. continue. مش قابل. عايز password needs a number and lower case. ممكن نقول له مثلا ايه؟ تيست. نشوف تيست 1 2، او تيست 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. نعمل continue. password is a list of password commonly used on other websites. طب تيست at مثلا هاش مثلا. اعتقد كده كويس. خلينا بس حافظينها، يا ريت في حد يحفظها عنده او انا ممكن ابعتها هنا عشان ما انساهاش. ونعمل كونتينيو. قال لك اكتب اسمك محمد مثلا. آه هيبقى الاسم ده ولا هيقول لي موجود؟ يوزر نيم اللي اونلي كونتين مثلا مو قوي نيميريك. اعتقد كده شغال تمام. ده كلام عظيم. بيقول لك ان انت ما ينفعش يبقى فيه مسافات او حروف خارجيه، لازم تبقى كلمه واحده على بعضها يعني. ريسيف سوشيال برودكتس ابديت دي مش محتاجينها خالص. ممكن نعمل كونتينيو. هيقول لك فيريفاي يور اكونت. استنى لما يبعت لنا رساله على الايميل بتاعنا. قال لك verify protecting your account please solve the puzzle so we know you are real person. عايزك تحل البازل دي علشان نتاكد ان انت شخص حقيقي. use the arrows to rotate the objects to face in the direction of the hand. عايزك ان انت تخلي الشاشة دي في واجهة أو في اتجاه الأصابع. أعتقد كده مظبوطة. ونعمل سبميت. قال لك done. هو بس ده اختبار كده ذكاء يعني عشان تتأكد إن أنت مش روبوتس أو حاجة. دلوقتي بعت لك، مش محتاجين نحفظه، بعت لك كود المفروض على الإيميل أهو بالمنظر ده. نروح ناخد الكود اللي موجود فيه، ناخده كوبي ونعمل له بيست هنا. أول ما عملت له بيست هو أوتوماتيك قبله. ممكن نقول له مثلا student أو حاجة زي كده just me. آه، ريزيوم. ممكن نقول له جاست مي مؤقتا. مش محتاجين ان احنا نعدل في حاجه. كونتينيو. مش محتاجين برضه نعدل في حاجه. ليفل اب جيت هاب فور كذا. كونتينيو فور فري. في نسخه منه بريميوم وفي نسخه منه ان انت تقدر تكمل فري عادي. طبعا احنا هنستخدم النسخه الفري. لو حد معاه دولارز انا ما عنديش مشكله خالص. كده احنا دخلنا على الجيت هاب بتاعنا.
تمام، مفيش اي مشكله خالص، وعملنا الاكونت بكل سهوله. ده طبعا علشان تقدر ان انت تكريت ريبوزيتوري او ان انت تنشئ مستودع جديد زي ما احنا قلنا. تمام. طيب تعالوا ننشئ مستودع جديد علشان نرفع عليه المشروع بتاعنا اللي احنا عاملينه ده. اول ما دوست كرييت نيو ريبوزيتوري، او ممكن من علامه البلس اللي هنا دي وتعمل نيو ريبوزيتوري، هيوديك برضو على نفس المكان. اختار اسم المشروع او اسم البروجكت اللي انت شغال عليه. ممكن اقول له مثلا بروجرامينج. ولاحظ ان الاسم ده ما ينفعش يبقى انت عندك اتنين بروجكتس على الاكونت بتاعك بنفس الاسم. خلي كل واحد يبقى فيه حاجه مختلفه. بابليك ولا برايفت؟ احنا هنخليه بابليك. برايفت ده لو انت عايز تدخل ناس معينه فيه، وهقول لك ازاي بعد كده. مش محتاجين نضيف اي حاجه تاني، بس كتبنا الاسم ولا حتى ديسكريبشن، هنقول له بس كرييت ريبوزيتوري. يروح بقى مدخلنا على شويه حاجات كده فيها يعني ايه، شويه حاجات غريبه. هو بيقول لك ازاي بقى تبدا تسطب او تنزل او ترفع المشروع بتاعك على الريبوزيتوري ده. تمام. ركز معايا في الكام خطوه اللي جايين. اول حاجه انت محتاجها، علشان تريموت الاكونت بتاع الجيت هاب او الجيت هاب مع الماشين بتاعتك او مع الجهاز بتاعتك، لازم يبقى في عندك وسيط يقدر ان هو يرفع او ينزل من خلال الاثنين دول. الا وهو عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها الجيت. الجيت ده هنروح ننزله او نعمل له داونلودز. هنقول له داونلودز فور ويندوز. ممكن كليك هير تو داونلود او الواحده دي. هينزله مثلا، ممكن ننزله على الديسكتوب بالمنظر ده. نستنى لحد ما يخلص. هو بيكون حجمه بسيط بتاع 60 ميجا مثلا ولا حاجه. طيب هو هنسيبه لما يخلص، بعد كده نعمل له اوبن. نخرج من دي خلاص مش محتاجينها. ندوس يس. طيب يا ريت كله يركز معايا في الجزء اللي جاي. طبعا انت اي برنامج بتدوس نيكست 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 وتسطبه عادي. طبعا احنا هنفضل ندوس نيكست 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 وكلام من ده. بس تعالى، كان في حاجه هنا. open GitHub باش next next next. هنفضل ندوس next 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 برضو تفضل مكمل معاه. وهتفضل تدوس next. get traditional. system will be rebuilt. next. enable external support with you system automatically built-in file system watcher to speed up common operation. ممكن تعلم على دي. ماشي. لايتس نود بايثون فلاش ويندوز. ممكن تعلم على تاني واحدة. وأول واحدة برضو يفضل. وتدوس نيكست لحد ما يخلص تثبيت معاك. اتمنى نكون ثبتناه بالطريقة الصحيحة، لأن أنا أصلا حذفته من عندي. كنت منزله زمان فترة كبيرة يعني قبل ما أنزل النسخة دي، وحذفته وعدت تثبيته تاني. فأنت بتتكلم في سنين، فأنا مش متذكر التفاصيل بتاعته قوي. بس هنشوف دلوقتي هو ثبت صح ولا لأ. بعد ما بنثبته كده، استنى لحد ما يخلص. مش محتاجين نعمل اي حاجه، ندوس بس فينش. ونروح على الفولدر اللي فيه البروجكت بتاعنا. اي فولدر موجود عندك على الجهاز عايز تعرف هو ثبت صح ولا لا، هندوس كليك يمين. اول ما دوست كليك يمين هتلاقي في حاجتين ظهروا لك، حاجه اسمها اوبن جيت باش هير، حاجه اسمها اوبن جيت جي يو اي هير. يعني ايه الاثنين دول او بيعبروا عن ايه؟ ده عباره عن الكوماند لاين انترفيس اللي موجود عندك بتاع الجيت هاب، اللي تقدر من خلاله ترفع مشروعك على الجيت هاب او تنزله. طب امال الثانيه دي ايه؟ اللي هي الجي يو اي دي بتوفر لك حاجه في الجيت هاب. بدل ما انت تتعامل بالكوماندز، كوماند لاين اللي هي الاوامر بتاعت التيرمينال، لا ده هو بيوفر لك ان انت واجهه رسميه كده او واجهه يو اي يعني تقدر تتعامل من خلالها. وانا ما افضلش حاجه زي دي خالص اطلاقا. طيب هل احنا كل مشروع هنروح نستخدم البتاعه دي هنا ونحط فيها اوامر وكده؟ لا، احنا هنثبتها على الفي اس كود عندنا. طب ازاي هنثبتها على الفي اس كود؟ لو دوست كنترول وباك تك. باك تك دي اللي هي جنب رقم واحد، اللي هي اخر حاجه في الكيبورد، اللي هي تحت زرار الاسكيب، اللي هي حرف الزال، اللي هو كنترول وباك تك. هيروح فاتح لك التيرمينال اللي انت شايفها تحت دي، فتح لك بالمنظر ده كده. او تقدر ان انت شايف كلمه تيرمينال اللي فوق وتروح دايس نيو تيرمينال، برضه هتفتح لك تيرمينال بالمنظر ده. تمام. طيب او هتفتح لك بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب ازاي ان انا اخلي
التيرمينال دي بدل ما هي فاتحه على الباور شيل بتاع الجهاز عندي او الكوماند لاين بتاع الجهاز عندي، لا ده احنا عايزين نخليها تفتح على الكوماند لاين بتاع الجيت هاب اللي هو ده. عايزينها تفتح على ده علشان نقدر نتعامل من خلال الفيس كود، ما نقعدش نيجي على الفولدر والكلام ده. قال لك شايف السهم اللي هنا ده، هتدوس عليه، وبدل ما انا شغال بهنا بقول لك لا انا عايزك تختار الديفولت بروفايل، انا عايزك تختار البروفايل المناسب ليا. انا في عندك في الباور شيل في عندك حاجه اسمها كوماند برومبت، انا مش محتاج الكلام ده، انا محتاج مين؟ ركز كده في اول واحده، الجيت باش. الجيت باش، طب تعالى كده نبص على الاسم، ده هي الجيت باش اللي موجوده هنا. انا عايز استخدم الجيت باش، فانا هقول له هدوس على السهم وادوس على سيلكت ديفولت بروفايل واختار اول واحده الجيت باش. طب اخترت اول واحده، هدوس على كيل تيرمينال، يعني هخرج من التيرمينال دي وهدوس كنترول او هدوس نيو تيرمينال. بص اول ما تفتح بص شكلها بقى عامل ازاي، مش ملاحظ حاجه متغيره؟ بص كده الشكل ده وبص الشكل ده، اسف، حد ملاحظ حاجه ما بين الاثنين؟ ان هم حرفيا بيقدموا لك نفس الحاجه. فانت بدل ما كنت بتروح على الفولدر وتدوس كليك يمين عشان تفتح ده تثبت من خلاله، لا انا ما بقتش محتاج ده، انا بفتحه على الفيس كود واعدل واظبط كل حاجه عندي على الفيس كود بتاعي. طيب كده احنا جاهزين ان احنا نرفع البروجكت بتاعنا على جيت هاب. تمام. طيب ابدا ارفعه ازاي؟ نرجع للجزء اللي احنا كنا فيه، ان انا لما دوست كرييت نيو ريبوزيتوري ورحت كاتب اسم المشروع بتاعي ايا كان هو ايه، اداني شويه خطوات او شويه كوماندز المفروض ان انا اكتبها هنا علشان يثبت لي او يرفع لي المشروع بتاعي اللي هنا، يرفعه لي على الجيت هاب. اول حاجه او اول امر انا هاخده كوبي، كليك يمين كوبي، اللي هو جيت انت. يعني ايه جيت انت؟ جيت انت دي كلمه جيت هتلاقيها مشتركه في الكل، ده اللي هو كانك بتدي له امر. كانك لما بتيجي مثلا شفت انت في الافلام كده لما بيجوا الظباط يكلموا بعض ما بيقولوش اسمه على طول، لا ده بيدي له امر او كود معين يعرفه هو مين. فالجيت ده لازم تكتبه في كل امر علشان الجيت يعرف الامر اللي هنا هيعمل ايه بالظبط. انا عايز انفذ الامر ده عن طريق جيت، عايز انفذ الامر ده عن طريق جيت، عايز انفذ الامر ده عن طريق جيت. لكن لو كتبت الامر ده لوحده الكمبيوتر بتاعك مش هيعرف انت عايز تعمل ايه، مش هينفذ الامر. الجيت هو المسؤول عن تنفيذ الامر نفسها. كلمه انت اختصار لايه؟ انيشاليزيشن. يعني ايه انيشاليزيشن؟ يعني كانك بتعمل تسطيب او تثبيت للجيت هاب على المشروع بتاعك. فانا لما اخد الامر ده كده كوبي واروح هنا، طب انا هعرف منين ان انا البروجكت الجيت هاب اتثبت على المشروع بتاعي؟ تعال نروح للفولدر وتعالى نظهر الحاجات المخفيه او الهيدن فايل. هل انت شايف في اي حاجه هنا؟ لا احنا ظهرنا الملفات ما فيش اي حاجه. بص كده للكلمه اللي هي فيرجن كنترول سيستم او السورس كنترول، ما فيش فيها اي حاجه، بقول لك اعمل داونلود للجيت علشان تقدر تستخدمني. طيب بص كده اول ما ادوس جيت انت واروح دايس انتر، بص كده اللي هيحصل، دوست انتر. تعالى ندوس على ده. طب تعالى نتاكد ان هو يعني شريط امبيتي جيت ريبوزيتوري ايجنتس كذا كذا. تعالى ندوس هنا، في فولدر جديد ظهر عندنا بعنوان جيت. فولدر جديد عندنا ظهر بعنوان جيت، معنى كده ان هو بدأ ينزل الجيت عنده علشان يفهم او يعمل انيشاليزيشن او تثبيت للجيت عندي في البروجكت بتاعي علشان يفهم كل الاوامر اللي انا هكتبها له. بيفهمها ازاي؟ عن طريق الفولدر اللي موجود ده. تمام. طيب كده انا ثبت اول واحد. طب تعالى كده نشوف بقيه الاوامر اللي موجوده عندي. تاني امر قال لك جيت اد معرفش، لا سيبك من تاني امر، حضرتك اكتبه بايدك افضل. حاجه اسمها جيت اد مسافه نقطه. طب النقطه دي بتعمل ايه او اد دي بتعمل ايه؟ لما بقول له جيت اد مسافه نقطه دي معناها ان انا بقول له ضيف على الجيت هاب بتاعي نقطه دي، يعني كل الملفات الموجوده عندي في المشروع. لكن هو انا بقول لك جيت اد ريد مي فايل او دوت ام دي، معنى كده انا بقول له ضيف ملف اسمه ريد مي فايل. لا انا مش عاوز اضيف ملف، انا عايز اضيف، انا المشروع عندي مثلا فيه 20 فايل، في 30 فايل، انا عايز اضيفهم كلهم، مش هقعد اضيف ملف ملف. فانا بقول له جيت اد يعني ضيف مسافه نقطه، يعني ضيف كل الملفات الموجوده عندي في المشروع، وادوس انتر. حتى الان دي ما فيهاش اي حاجه. طيب دوست انتر كده، طالما ما جابش اي مشاكل وكمل، ده معناه ان هو بدا يضيف كل الملفات بتاعتي في الجيت هاب. طب تعالى نكمل، هو حتى الان مش شايفك انت مين. جيت كوميت فيرست كوميت يعني ايه؟ تعالى نشرح دي بالتفصيل. جيت زي ما قلنا عن طريقها هتقدر ان انت تنفذ الامر. كلمه كوميت ده معناه ان انا بقول له انا عايز اضيف تعديل معين. داش ام دي سيبك منها دلوقتي، انا هنا بس ركز معايا في الكومنت بيعمل ايه.
جيت كوميت ده معناه ان بقول له عايز اضيف تعديل معين. طب التعديل ده اسمه ايه؟ علشان لما بحب ارجع له في النهايه، والله انا عايز اسميه محمد، عايز اسميه واحد، عايز اسميه علي، عايز اسميه عايز اسميه اللي نفسي فيه. ده تكتب اي مسمى انت تحبه، بس يفضل انك تكتب مسمى بيعبر عن التعديل اللي انت عملته. بمعنى انا مثلا انشأت ملف، انا مثلا عدلت على حاجه او ضفت حاجه اسمها يو ال، فانا هنا هاجي اقول له ايه التعديل اللي انا عملته. والله انا عملت كرييت تو تاج نيم كولد يو ال. انا عملت كرييت لتاج نيم اسمه كولد يو ال، علشان لما اروح ادور عليه في الريبوزيتوري او في المستودع بتاعي ابص على كرييت تو. ده انا ده التعديل اللي انا كنت ضفت فيه الاوردر ليست دي، فاروح عليه. يبقى تعريف او مسمى للتعديل بتاعك علشان ما تنساهوش، او تقدر ان انت ترجع له في اي وقت انت حابب. طب ايه التعديل اللي احنا بنعمله دي في الحاله اللي احنا فيها دي؟ والله انا بقى بعمل مشروع جديد، كرييت نيو بروجكت. طيب خلصت، هدوس انتر. لاحظ بقى ايه اللي هيبدا يحصل معايا. دوست انتر، قال لي وان فايل اتشينجد، وان اتش اتشينجد وكرييت مود كذا اسمه index.html. ده الملف اللي اتضاف. هل احنا عندنا اي ملفات تانية غير ملف index.html؟ لا، هو الراجل ضاف لك الملف بس. هو قال لك في واي وان فايل تشينج، انت غيرت في ملف واحد بس، ما عندكش غيره. هو ده اللي انت هترفعه. تمام. طيب تعالوا نبص على الامر اللي بعد كده ونشوف هو بيقول لك ايه. كل الاوامر انا حرفيا يعتبر باخدها كوبي، مفيش الا الامر ده بس اللي كتبته بيه. انا هاخد ده واروح اعمل له بيست. ده بقول له ان انا ابدا ارفع لي البروجكت على حاجه اسمها البرانش نيم. سيبك من المسمى، فهنا بقول له كانه بقول له ارفع لي البروجكت. طب هدوس مين كده، المفروض ان هو بدا يرفع البروجكت، بس المفروض ان هو يجيب لك مسمى او يعرفك انت مين. طيب نكمل معاه. ده اللينك بتاع البروجكت بتاعك. بص كده، لاحظ https github كذا كذا دوت كوم متحول سلاش بروجرامنج دوت جيت. بص كده، ده هيبقى لينك المشروع بتاعك، يعني اللينك اللي انت هتبعته للناس يدخلوا عليه. سيبك منه، انت هتعمل بيست وتدوس انتر وتفضل مكمل زي ما هو مكمل معاك بالظبط. تمام. طيب اخر امر اللي هو بوش يعني دفع او رفع المشروع بتاعي على الجيت هاب. طب انا هقول له رفع المشروع بتاعي. HTTPS programming not found. بدأ يظهر لنا شوية مشاكل. كويس إن هو ظهر المشاكل في التوقيت ده. طب نخرج منه، ندخل تاني. ده كلام عظيم. واضح إن إحنا كان لازم نقفل الفي اس كود ونرجعه تاني أو نفتحه تاني. هنا دي اشتغل تمام. طب تعالى كده نجرب نعيد الأمر ده تاني الأخير، نقول له جيت بوش. طيب واضح ان احنا كان لازم نقفل الفيس كود ونفتحه تاني. طب هنقفل الفيس كود. طب عايزين نسطب المشروع تاني، همسك الفولدر بتاع الدوت جيت ده، كنترول او شيفت ديليت واحذفه خالص، وافتح المشروع بتاعي من اول وجديد. تمام. ونبدا ان احنا نعيد نفس الخطوات تاني، بس المره دي هناخدها بشكل اسرع. هاخد جيت انت، جيت انت بالظبط كده. كده هو شاف المشروع بتاعي ان انا ضفت ملف ال HTML لاني ما عنديش غيره. هقول له الامر اللي بعده جيت اد مسافه نقطه عشان يضيف كل حاجه. بعد كده جيت كومنت داش ام، والله الكومنت ده هسميه كرييت نيو بروجكت وادوس انتر كده واخلص الجزء ده. بعد كده هعمل بيست للي بعده، واعمل بيست للي بعده، واشوف اخر واحد. وبنسبه كبيره ممكن يقول ان هو في مشكله بالظبط، لانه مش شايف حتى اللحظه. هو هنا بس في مشكله، لان هو تقريبا انا ما خرجتش كده من لينك الجيت هاب بتاعي القديم. تعالوا كده نشوف هنخرج منه ازاي. جيت لينس، ثانية واحدة، نخش على
عايزين نخرج من ده ونشوف هنخرج من الاكونت بتاعي ازاي. comments repository comments branch tags workflow. عايزين نخرج من المشروع بتاعنا من الفيس كود. لازم ان هو حتى الان شايف الاكونت بتاعي انا بس. تمام ماشي. يا ريت الباشمهندس محمد حسني تقفل بس الكاميرا. يا ريت يا شباب محدش يفتح الكاميرا. عايزين بس نخرج من الاكونت. تعالوا كده نبحث شوف هنخرج منه ازاي. how to log out GitHub account from vScode. يعني نشوف ممكن يقدم لنا ايه. قال لك علامة اليوزر اللي عندك دي فين دي فين دي فين دي تحت. ماشي. طيب تعالوا ندوس عليها. هو فعلا شايف الاكونت بتاعي فانا هعمل ساين اوت واعمل له ساين اوت. طيب ساين ان. طيب هعمل له ساين ان علشان ادخل بالاكونت الجديد بس وادوس على بريف لان انا عامل الاكونت على بريف ده وادوس اوكي. يدخلني هنا يقول لي والله انا عايز اعرف انت مين. الاسم بتاعك اللي هو الاكونت بتاعك فانا هقول له اوثرايز. الله يدخل وهقول له اوبن فيس كود. كده انا عملت لوجين سكسسفولي. تعالى كده نشوف موجود. دخل بالاكونت الجديد اهو. يو ار بينج ريدايركت. كده المفروض ان انا داخل بالاكونت الجديد بتاعي وكل حاجه مظبوطه. تعالوا نجرب نبش كده. برضه هنعيد الخطوات من تاني للاسف. هنحذف الفولدر. المره دي هنعيدها بشكل اسرع. جيت انت. نعمل كلير جيت انت. ماشي. جيت اد. بعد كده الكوماند اللي بعده خش عليه بشكل سريع. بعد كده اللي بعده. طبيعي حرفيا كل بروجكت هتشتغلوا بنفس الطريقه. بعد كده اللي بعده. بعد كده اخر واحد خالص نقول له push repository not found. ازاي repository not found؟ ازاي repository not found؟ المفروض ان احنا كده كل حاجه مظبوطه صح. المفروض ان كل حاجه مظبوطه 100%. نشوف تاني ونشوف المشكلة دي ممكن تكون ايه. لو ما كانش هرفع على الاكونت بتاعي لحد ما نشوف المشكلة دي فيها ايه. هناخد برضو الأوامر بتاعتنا ونروح على الفيس كود ونحاول إن احنا نثبت الموضوع من الأول. اد كومنت. بعد كده نروح على الأمر اللي بعده. أنا شايف الأمر مظبوط يعني مفيش فيه أي مشاكل. ازاي ده نوت فاوند؟ غريبة أوي. طيب تعالوا نجرب نعمل مشروع جديد بأي مسمى تاني نشوف المشكلة ممكن تكون فين. ممكن نقول له تيست مثلا public create repository. git add git init git add.
ونشوف الامر اللي بعده. المفروض كده ان هو يشتغل تمام، يعني انا مش شايف get remote or repository. برضه فات الامر، واضح كده ان في مشكلة ما. GitHub I use this account. المفروض ان انا حاليا استخدم GitHub الاكونت التاني. تعالوا ممكن نشوف المشكلة دي related بايه. personal access token. Remove all the GitHub from traditional details from the system. دي بقى مشكلة. طب تعالوا نشوف الدنيا فيها ايه. open control panel from start menu select user accounts. طب تعالوا نشوف الكلام ده، لان هو محتفظ للاسف بالاكونت القديم. تعالوا نشوف الموضوع ده. open control panel. بقول لك select user account، ماشي. بعد كده select professional managers، ماشي. بعد كده click manage windows professional. manage windows professionals اعتقد ده. click on delete any professionals related to git او github. git او github. remove. نحذف التاني. ونحذف اخر واحد. طيب تاني مفيش حاجة كده خاصة بالجيت هاب تاني عندي او الاكونت القديم. نخرج من ده، نرجع في تاني، نحذف الفولدر، نقول له عيد الخطوات دي تاني. git init، ماشي. git add project. اسف، commit، ماشي. نخش على اللي بعده عشان نبدأ نرفع البروجكت على الله يشتغل. لو ما اشتغلش كده هتبقى مشكلة للأسف. ده كلام عظيم، كده اشتغل. كده بدأ يشوف لما جيت رفعت كله معايا موجود. لما جيت رفعت البروجكت بقى او جاي ارفع البروجكت، بيقول لي لا ده انت لازم تعمل لي ساين ان بالبراوزر بتاعك. لازم تعمل لي ساين ان بالبراوزر بتاعك عشان اشوف انت مين. فانا هعمل له ساين ان وهاخد ده طبعا. هو انا هنا فين؟ انا مش عايز الاكونت ده، انا عايز الاكونت ده. you are marked as spam. لا انا، طب خلينا مثلا بالكود. كنترول سي بالباش، ان هو للاسف sign in with code. visit the URL. تعال نروح على الاكونت ده. الموضوع بيبقى طبعا ايوه ده كلام عظيم.
تعالوا بقى نعمل بيست للكود اللي احنا اخدناه. وراح فين؟ ونعمل continue. You are marked as spam and therefore can't authorize a third party application. مش فاهم ليه عمل لي سبام. طب تعالوا نعمل حاجة عشان لطيفة. الاكونت اللي هو انت مهمل او حاجه زي كده. لا انا هقول لك ليه. بنسبة كبيرة عشان التمب ايميل اللي انا عامل بيه، لانه ايميل مؤقت. آم، طيب تعالوا نروح على، نغير بس default apps. عايز البراوزر، اخليه بس يفتح على بريد. كنترول سي واجرب تاني، واقول له ساين براوزر، كده المفروض يفتح على بريد. طيب هنا كده في مشكلة يا شباب، لأن هو معتبر إن الأكونت ده سبام، لأني عملته بإيميل مؤقت مش إيميل حقيقي أو حتى جيميل أو أيا كان. للأسف كده دي مشكلة. طيب تعالوا نحاول مرة أخيرة. بعتذر جدا منكم، لأن الموضوع بيبقى في الأول معقد شوية، إن أنت إزاي تثبت الفيرجن كنترول عندك، وخصوصا لو أول مرة إن أنت تشتغل بيه. بس تعالوا إن إحنا نحاول. انا برجع ازاي للكوماندز اللي فوق او الاوامر اللي فوق عن طريق السهم اللي فوق او السهم اللي تحت. فانا اروح على اول واحد واعمل له جيت انت، بعد كده اروح على ده، بعد كده اروح على ده، بعد كده اروح، بعد كده اروح اسطب المشروع بتاعي، بعد كده اعمل له جيت باش. تعالوا ناخد الامر هنا، ونعمل بيست وندوس على الله بس يرضى. مم. للاسف برضو ما رضيش. طيب كل الفكره يا شباب، كل الفكرة، او انا يعتبر دي اخر حاجة، ان انا بس بقول له انا موافق، انا موافق على ان انت بس تبقى ده الايميل بتاعي او ده يبقى الاكونت بتاعي. بمجرد ما بتدوس بس انتر، او بمجرد ما بتدخل على اللينك اللي هو بيديهولك هنا اول ما بيظهر، اوتوماتيك هتلاقي المشروع بتاعك اترفع معاك. بس طبعا انا مش هقدر اعمل حاجة زي دي دلوقتي، بس انا ممكن اعمل لك حركة لطيفة. لو انا مثلا رحت على تعالى مثلا نعمل حاجة بالاكونت بتاعي ونخرج من الاكونت ده. نخرج بس من الحاجات اللي موجودة عندنا دي، أو حتى لو مش مسيب حاجة، هنعمل بس أو ندخل بيه الأكونت بتاعي. أرسل ماشي 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 ماشي. آه، تعالوا ندخل بالأكونت بتاعي ونسيب بقى للأسف الأكونت ده خالص، هنخرج منه آسفا، وهخش على الديفولت. جيت هاب سايلنت ماشي. هدوس create new repository، وهسميه مثلا تيست. مش فاكر، تقريبا انا مسمي حاجه اسمها تيست، هنسميه تيست واحد مثلا، ونخليه public زي ما هو كده، ونعمل create new repository. هيدي لك نفس الخطوات، اي مشروع حرفيا انت هتشتغله هيمشي معاك بنفس التدريج او بنفس الخطوات اللي انت شايفها دي. طيب تعالى نحذف طبعا الفولدر ده.
نخرج من VS Code ندخل تاني. عايزين ان احنا Web and Sign Settings. عايزين نلوجن على الفايل ده تاني. طب تعالى كده شوف git init، هو اشتغل معاك عادي. git add git commit -m create new project. بعد كده نشوف الامر اللي بعده، هناخده بس copy paste enter. الامر اللي بعده المفروض ان هو يدخلني على الاكونت بتاعي. بالظبط كده، هقول له sign with browsers عشان يدخل على البراوزرز بتاعي. طيب كده رفع البروجكت بتاعي. ادي الخطوه اللي كانت ناقصه، اللي هو لما بتيجي تقول له بوش اوريجين مين، بيروح مظهر لك الحاجه دي ويروح داخل على الاكونت بتاعك. هو بيدخل هنا بس ما يعملش اي حاجه تاني، بس دخل خلاص. وفي الاخر خالص قال لك 100% ضن، 100% ضن. وده التوتال اللي اترفع، ودي الملفات اللي انت وبيذكر لك ان انت الملفات اللي انت رفعت عليها، وده اللينك بتاعك او بتاع البروجكت بتاعك. طيب انت واقف هنا ورفعت المشروع بتاعك، طب هو اترفع راح فين بالظبط؟ لو انا دوست كده كنترول 5 اللي هي ريفرش يعني، او عملت ريفرش كده من فوق، بص اللي هيحصل. كل الاكواد اللي كانت هنا هتروح ويظهر مكانها المشروع بتاعك كامل بالملفات بتاعته. ادي احنا مش ضايفين غير ملف الاندكس دوت اتش تي ام ال، ادي الملف اللي موجود وادي الكود اللي احنا كنا حاطينه جواه. طيب ركاب سريع عن ايه اللي انا عملته، او بشكل مبسط انا هعيد المشروع ده تاني بشكل سريع. لو انا عايز احذف المشروع اخش على السيتنجز وانزل انزل 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 تحت واقول له delete this repository I want، واخد اسمه كامل I have hot paste واقول له delete. انا عملت delete للمشروع. هعمل مشروع تاني هسميه مثلا our project، تمام، واخليه public زي ما هو create repository. هيعد لك نفس الخطوات بالظبط، نفس الخطوات بالظبط. يفضل ان انت تحاول تكتب الاوامر دي بايدك في الاول طبعا، ما عدا اللي هم ده اللي هو الطويل ده مش شرط ان انت تكتبه، اما ان انت تاخده كوبي افضل يعني، علشان ده اللينك فلازم يبقى مظبوط معاك. فانا هروح للبروجكت بتاعي واروح طبعا احذف الفولدر ده. اعتبر ده ان اي بروجكت عندك مفيش فيه اي مشكله خالص، حضرتك عايز ترفعه على جيت هاب اوتوماتيك جيت انيت، تبص تلاقي ظهر فولدر الجيت عندك وهتلاقي ظهر هنا الملفات بتاعتك. نخش على الكوماند اللي بعده. طبعا احنا قلنا جيت اد عشان تضيف اي حاجه، بس هو هنا بيقول لك ضيف الملف، احنا مش عايزين نضيف الملف، احنا عايزين نضيف كل الفايلات. فانا هقول له جيت اد مسافه دوت، فاكر كاني بقول له ضيف كل الفايلات. واللي بعده بكتب الكومنت بتاعي او اسم التعديل بتاعي، انا هقول له create new project، هدوس انتر واخد الامر اللي بعده كوبي. زي ما انت شايف كده ده تقريبا كل البروجكتس حضرتك هتمشيها بالمنظر ده. واخد الامر اللي بعده علشان اعرفه انا هرفع فين بالظبط او عايز ارفع فين، وفي الاخر هقول له بوش. طب لو جيت عملت بوش هنا، يعني انا عملت الحركه الاولى وقال لي انت لازم تدخل على البراوزر والمتصفح وظهر لي القايمه هنا وشويه حوارات كده، هل ده هيظهر لي دايما؟ لا، الكلام ده في اول مره حضرتك بتستعمل فيه الجيت هاب بتاعك. لكن بعد كده مجرد ما تقول له جيت بوش المفروض ان هو يكمل ما يدخلكش على حاجه. بص ما ظهرليش اي قايمه ولا ظهر لي اي حاجه، قال لي بوش ودان، وكل التعديلات بتاعتك اللي هنا اختفت. طب اختفت راحت فين؟ اترفعت على البروجكت ده او الريبوزيتوري او المستودع ده. عملت ريفرش كل الفايلات اللي حضرتك عملتها موجوده هنا اهي عليها الاكواد بتاعتك. طيب واضح. طيب الشباب كده شايفين؟ شباب في حد عرفني بس شايفين الشاشه ولا لا؟ اه ماشي، ظاهر. ده كلام عظيم. ماشي، زي ما قلنا احنا اي مشروع بنعمله بنقول له create a new repository ونديله الاسم،
اول ما بندوس كرييت بيجي لنا نفس الاسطمبه دي بالظبط او نفس الطريقه دي من الاكواد. طبعا حته الشاشه اللي كانت بتظهر لك لما بتيجي ترفع المشروع في الاخر، مش هتظهر لك تاني. هي خلاص اول مره حضرتك بتسطب فيه المشروع، خلاص شكرا على كده. انا بقول له جيت انت، خلاص كده معناه ان هو اتسطب، ظهر عندي في البروجكت، ظهر ان في تعديل عندي اللي هو اضافه ملف واحد، كده انا شغال تمام زي الفل. طيب اروح على اللي بعده. طبعا اللي بعده احنا قلنا هنكتبه بايدينا يفضل، لانه هنا بقول لك ضيف ملف، انا مش عايز اضيف ملف، انا عايز اضيف كل حاجه في البروجكت. بعد كده الكومنت بتاعي اكتب اللي يريحك، انا زي ما قلت لك عشان انا لسه بعمل بروجكت فهكتب له كرييت نيو بروجكت وهدوس انتر. بعد ما عملت كده هاخد ده كوبي بيست وادوس انتر. بعد كده اللينك اللي بعده وادوس انتر. بعد كده ده. طبعا لما كنت بدوس ده وادوس انتر كان بيظهر لك سكرين كده ويقول لك لا روح واعمل اوثنتيكيشن وفعل الاكونت بتاعك. لا مش هتظهر لك، هي اول مره بس عشان يعرف انت مين. بعد كده بمجرد ما هتدوس انتر في اي مشروع هو اوتوماتيك بص كده هيرفع معاك، مش هقول لك لا. بس ضن 100% وشكرا على كده. لو جيت انا عملت ريفرش مكان الاكواد دي هيبدا يظهر الفايلات بتاعتي اللي انت شايفها بالمنظر ده، اي حاجه انت رفعتها. طب امال اسم الكومنت ده فين؟ بص فوق هنا كده جنب اسمي، قال لك ناو، يعني دلوقتي في 1 كومنت. وات 1 كومنت؟ لو دخلت على الكومنت دي بص كده الاسم ده ايه؟ كرييت نيو بروجكت. طب انا عايز اعرف الكومنت ده فيه ايه؟ ادخل كده عليه. اه والله ده الكومنت ده او التعديل ده حضرتك ضفت فيه ملف كامل اللي هو ملف ال HTML. طيب تعالوا نروح نعدل على حاجه ونرفع، نشوف هنرفع ازاي. دلوقتي كل حاجه انا منزلها هنا على البروجكت ده، تعالى كده نزل حاجه اسمها جيت لينس، اكستنشن اسمها جيت لينس. بس اكتب جيت ال اي او جيت لينس. لا ثانيه واحده، ال اي تقريبا. جيت لينس دي هي دي. وهسيب لكم برضو الرابط بتاعها عادي. دي هتسطبها اكستنشن بسيطه خالص، كل وظيفتها انها بتعرفك مين اللي بيعدل دلوقتي على البروجكت معاك. بمعنى انا دلوقتي حطيت اسمي على البروجكت وبعدل عليه ورفعته على الجيت هاب. بص كده لو رحت واقف بس قصاد السطر ده، بص ايه اللي ظهر. قال لي منذ دقيقتين انت اللي رافع، وكومنت الكومنت بتاعك كان اسمه نيو بروجكت. يعني التعديل ده انت حضرتك عامله من دقيقتين وكان اسم الكومنت بتاعه كرييت نيو بروجكت، وادي التعديل اللي انت ضفته او ادي الحاجه اللي انت ضفتها. طب لو زميلك اللي كان معدل هتيجي تقف كده اقول لك والله ده اتعدل مثلا من 4 ايام واسم الكومنت كان كذا وزميلك اللي رفعه اسمه كذا، فبتعرفك مين اللي شغال معاك على البروجكت وعدل ايه وضاف ايه. طيب انا دلوقتي عايز اضيف تعديل جديد. بص كده هل قائمه التعديلات دي فيها حاجه؟ لا لاني ما عدلتش على الملف لسه. طب رحت ضفت مثلا مثلا حاجه اسمها ايمج، ايا كان ايه اللي موجود جوه الايمج دي. بص كده قال لي ده في واحد تعديل انت عملته. طب ما توريني ايه التعديل؟ قال لك والله المكان ده كان فاضي وحضرتك ضفت فيه تاج اسمه صوره كده. طب انا عايز ارفع التعديل بتاعي، ارفعه ازاي؟ كله يخلي باله معايا من الجزئيه دي بالذات، كله يخلي باله معايا من الجزئيه دي بالذات، لان اول مره انت بترفع فيها البروجكت زي ما قلت لك بتبقى فيها شويه الهندله واللخبطه اللي في الاول دي. بعد كده بيبقى الموضوع سهل. يعني ايه؟ بايدي بقى انا لا هروح لاكواد ولا حاجه، هقول له جيت اد مسافه علشان اضيف كل التعديلات اللي انا عملتها. فبدا يقول لي والله ده احنا هنضيف التعديلات بتاعك. طيب اسم التعديل بتاعي ايه؟ جيت كوميت داش ام اد ايمج تاج. انا ضفت تاج الايمج. بعد كده هقول له جيت بوش فقط لا غير. جيت بوش يعني انا بقول له ارفع التعديل بتاعتي. لا كل الاكواد اللي كنت باخدها كوبي ولا بيست، هم الثلاث اكواد اللي انا بعملهم جيت اد والجيت كوميت والجيت بوش. طيب لو رحت هنا عملت كده مثلا ريفرش، بص كده قال لي ده في تعديل انت عملته دلوقتي اسمه اد ايمج تاج. طب تعالى كده نخش على الكوميت، بقوا 2. بقى في واحد قديم انت عملته اسمه كرييت نيو بروجكت، واحد جديد انت عملته اسمه اد ايمج تاج. طب تعالى نخش كده ده شوف انت عملت ايه. قال لك والله انت عدلت هنا في الملف اللي اسمه اندكس، كانت دي فاضيه اللي هي الحمراء دي بقت خضراء، يعني انت ضفت فيها تاج اسمه الايمج تاج. فده الطريقه اللي انت هتشوف بيها الكومنتس بتاعت زمايلك وزمايلك يشوفوا بيها الكومنتس بتاعتك، وكل واحد يشوف مين اللي عمل تعديل او مين اللي عمل حاجه معاه. تمام؟ لحد كده او لحد اللحظه دي الناس مجمعه الدنيا رايحه فين وجايه منين. لو حد عنده اي سؤال او استفسار يا ريت ان هو يقول لي دلوقتي في اللحظه دي، يعمل رايز هاند ويقول لي الدنيا فيها ايه. ضروري لو في حاجه لحد اللحظه عرفني.
طيب ده كلام فوق العظمه بتلاتة أربعة شويه يعني. ماشي. طيب تعالوا نعمل اي تعديل تاني. ليكن انا مثلا الباراجراف ده انا هحذف منه السطر ده مثلا وهسيب. بص كده اول ما عملت تعديل ده شايف ان انا عملت تعديل. طب عايزين نرفع التعديل، هنقعد بقى نكتب الثلاثه دول جنب بعض. قال لك لا، انت ممكن تكتبهم مع بعض. جيت اد مسافه نقطه، اند يعني ايه اند؟ اند الاختصارين دول اللي هم شيفت ورقم 7. ده كاني بقول له اعمل الامر ده وبعد ما تنفذه اعمل الامر اللي بعده. يبقى انا بقول له جيت اد يعني ضيف كل التعديلات، وبعد ما تخلص الامر ده جيت كوميت داش ام اد اديتس يعني ضيف تعديلات. طب بعد ما تخلص الامر ده اعمل لي جيت بوش. ده الطريقه التقليديه اللي حضرتك اي تعديل هتعمله هترفع بيه بالثلاثه دول. جيت اد اضيف، اند بعد ما تخلص جيت كوميت داش ام اد اديتس يعني ضيف التعديل بتاعك باسم اد اديتس. بعد ما تخلص ارفع لي التعديل بتاعي ده على النت. دوست انتر، خلص، رفع، ضاف، رفع لك على البروجكت. عملت ريفريش قال لك والله ده انت بقى في عندك كوميتس اسمه اد اديتس. لو دخلت على كوميتس بقى في واحد ثالث اتضاف اسمه اد اديتس. ايه اللي انا عملته فيه؟ والله ده انت حضرتك شلت جمله مننا كانت موجوده بس لا اكتر ولا أقل. اللي قلته لحد اللحظه دي كده يا شباب ده في اي مشكله بالنسبه لكم؟ طيب ايه الطريقه بقى اللي سيادتك تعمل بيها حق المشروع بتاعك؟ زي ما قلنا حضرتك نفذت المشروع بتاعك، خلصته، حطيت الفايلات بتاعتك، رفعت المشروع بتاعك بالمنظر ده كده. كل التعديلات بتاعتك بقت على المشروع او بقت على البروجكت اللي هو اللي موجود هنا ده. حضرتك عايز توريني البروجكت توريه لي ازاي؟ هتروح واخد اللينك ده كده، كليك يمين، كوبي، واتفضل يا باشمهندس محمد اللينك ده موجود اهو. لو حضراتكم كلكم دخلتوا عليه، لو انا حتى دوست عليه كده هيروح داخل على البروجكت بتاعي. بس اتاكد ان انت عامل البروجكت بتاعك بابليك مش برايفت زي ما احنا عملنا له كرييت في الاول. ادخل انا بقى ابص على الملف ده كده، الاقي فيه شويه حاجات مثلا مش عاجباني، ابدا ان انا اعدل لك عليها وابعت لك تعديل، وهنعرف نتعامل ازاي معاه في السيشنز اللي جايه. ازاي لو انا لقيت عندك مشكله، حته اللينك تاني، انا في البروجكت بتاعه مش ده البروجكت اللي احنا رفعنا عليه المشروع، هاخد بس اللينك من فوق كفر لا اكتر ولا اقل وابعته لاي حد انا عايز يشوفه زي ما انا بعته هنا كده بس. لو دخلت انت عليه دلوقتي على اللينك ده هتلاقي البروجكت اللي انا لسه عامله عليه، تقدر تشوف الاكواد اللي فيه والفايلات اللي فيه والكومنتس اللي فيه وكل حاجه نفسك فيها. طيب انا بقى ما عجبنيش حاجه في التاسك بتاعتك او حاجه في المشروع بتاعك وعايز اعدل عليها، هوريك ازاي ان شاء الله في السيشن الجاي ازاي انا اعدل عليها، وازاي لما انا اعدل عليها تسحب انت التعديل اللي انا عملته لك، بحيث لو حد فيكم مثلا عايز نساعده في بروجكت او عايز زميله يساعده ممكن يبعت له اللينك او يضيفه معاه في البروجكت، وده يعدل وده يسحب التعديلات بتاعته. وكل التعاملات دي ان شاء الله هناخدها في السيشن اللي جاي. اعملوا حسابكم ان شاء الله السيشن اللي جايه باذن الله هتبداوا ان انتوا تكريتوا البروجكت. يعني السيشن الجاي تكونوا كل واحد عامل اكونت جيت هاب رافع عليه البروجكت بتاعه عشان اخليكم تشاركوا معايا في السيشن. يعني انتوا تعملوا تعديلات وانا اسحبها، وانا اعمل تعديلات وانتوا تسحبوها. هنتعامل مع بعض كاننا في شركه بشكل فعلي، كان احنا شغالين في شركه بشكل فعلي. تمام يا شباب؟ الكلام ده تمام معاكم؟ لو حد عنده اي مشكله في الكرييت يبعت لي بشكل شخصي على التليجرام اخش معاه. لو حد عنده اي مشكله برضو ينزلها الاول على جروب التليجرام ويبحث عليها عشان لو كده زمايله يساعدوه. وتهت خالص الدنيا وقفت معاك، انا موجود معاك. اشوفكم على خير والمحاضره الجايه. ويا ريت رجاء شخصي الفيديوهات او الفيديو تسمعه مره واثنين وثلاثه واربعه من على اليوتيوب، وبعد اذنكم شير واللايك عشان بيفرق معايا كتير جدا والله. تمام؟ اشوفكم على خير في المحاضره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.